السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروماتويد مرض التهاب المفصل الروماتويدي، مرض مناعي ذاتي بيسبب ألم وتلف في المفاصل اللي موجودة في مختلف مناطق جسمنا، اللي بيبلغ عددها تقريبا من 200 ل 300 مفصل، لأن عدد المفاصل واحنا صغيرين بيبقى أكبر كتير من عدد المفاصل عند البلوغ. انتشار المرض ده وأعراضه في الجسم بتسبب ألم، وقد يكون الألم ده موجود في فترة بيسموها فترة التوهج أو التفاقم، وبعد كده بتيجي فترات فيها فترات الهدوء، وبيظهر المرض ده في الجانبين في الجسم، بمعنى لو ظهر في الذراع اليمين ممكن أو هيظهر في الذراع الشمال وهكذا. أعراضه بتبقى ألم في المفاصل، تصلب في أكثر من مفصل، تورم في المفاصل، فقدان وزن، تعب عام في الجسم أو وهن وضعف، تشوهات في المفاصل، وكمان قد يصل لفقدان المفصل لوظيفته. ممكن تبقى الأعراض دي خفيفة شوية أو شديدة، يعني لكن في كل الأحوال ما ينفعش نهمل الأعراض دي، فالتشخيص المبكر بيساعد على تجنب كتير جدا ونجاح كبير للعلاج. عايز اقول ان في بعض العوامل اللي ممكن تزود من خطر لسبب الروماتويد، ان تقدم العمر مثلا بيبقى موجود في اكثر شيوعا الروماتويد في العمر الكبير، وكمان بيبقى عند النساء شوية زيادة عن الرجال، وقد يكون سببه عوامل وراثية، نتيجة حمل الإنسان أو الإنسان يبقى مولود عنده بعض الجينات المعينة اللي بتؤهل لده. التدخين عامل من عوامل الإصابة بالروماتويد، والسمنة مشكلتها كبيرة لأنها مقدمة لكل الأمراض وخاصة في الروماتويد. العلاج بيبقى عندنا أنواع كتيرة من العلاج الروماتويد، لكن بتتركز في المسكنات للألم او الادويه المضاده للالتهابات، او احيانا الادويه المثبطه للمناعه. الحاجات دي بتبقى يعني علاجات دوائيه، لكن المفترض ان احنا لا تسبب الشفاء التام من المرض، لكن العلاج البديل كلنا بنلجأ ليه وهي التغذيه العلاجيه. ان انا ازاي اقدر اجيب اغذيه او تغذيه تقلل الاعراض دي وتقينا من الامراض دي. الحقيقه ان المفروض الاغذيه المهمة جدا لمرضى الروماتويد الأطعمة اللي بتبقى فيها أوميجا 3 أو أوميجا 3، الأطعمة اللي فيها مضادات أكسدة، الأطعمة اللي فيها ألياف بدرجة جيدة، وأطعمة اللي فيها الفلافونيد كمضاد أكسدة عالي جدا وجميل، وكمان بعض التوابل لها دور مهم في العلاج والوقاية من الروماتويد. وفي نظم لجأوا ليها بتراكيب غذائية معينة هنتكلم عليها انها ممكن تناولها لتقليل الاعراض او للبعد عن المرض الروماتويد قدر الامكان. لو هنتكلم عن الاوميجا 3 او الاغذيه اللي فيها اوميجا 3 اللي بتبقى موجوده في الاكلات البحريه بصفه عامه، الاسماك والسلمون والتونه، وكمان المكسرات زي الجوز واللوز وبذر الكتان وبذور الشيا والخضروات والفاكهة الجميلة جدا، واللي قد يلجأ الأطباء لإيجاد مكملات غذائية بتحتوي على أوميجا 3 عند عدم التغذية الجيدة عليها من الأصناف الغذائية اللي قلناها. الأوميجا 3 دي رائعة جدا جدا لأنها بتقلل بتقلل أعراض المرضية اللي كلنا قد تنتابنا عند الشعور ب او الاصابه بالروماتويد. في مضادات اكسده بقى الاغذيه تبقى موجوده فيها لانها بتقلل او بتدمر الجذور الحره المسببه للروماتويد. وعايز اقول كمان بتحمينا المضادات الاكسده من كتير من انواع السرطانات، ولازم نهتم بيها يعني. وعشان نهتم بيها لازم نعرف موجوده في ايه او زي ايه مضادات الاكسده دي. فيتامين ألف والأغذية اللي بتحتوي على فيتامين ألف اللي خاصة الدهون ومشتقات الدهون الطبيعية، فيتامين سي ودي الخضروات والفاكهة بأنواعها، فيتامين ه ودي مضاد أكسدة رائع جدا موجود برضو في الدهون الطبيعية، والأغذية الغنية بالسيلينيوم الخضروات والفاكهة والبروتينات رائعة جدا في غناها بالسيلينيوم. وكم الفيتامينات اللي اتكلمنا فيها دي نقول انها موجودة عادة في الخضروات والفاكهة الطازجة والمكسرات. والشاي برضو رائع للروماتويد ومرضى الروماتويد، بس بيبقى مرة واحدة وبقدر مش مركز، بيبقى خفيف. لو قلنا الأغذية التانية المهمة اللي فيها قدر من الألياف اللي بتساعد على الجهاز الهضمي وغنية بفيتامين سي، وكمان لها دور مهم جدا انها بتقلل من تركيز بروتين سي التفاعلي. البروتين ده بيبقى هو المؤشر على الالتهابات اللي موجودة في الجسم، فكل ما بيرتفع معدل بروتين سي
في الجسم ده بيبقى فيه اعراض التهاب والتهاب المفاصل، والروماتويد بيبقى تركيزه اعلى. فلما نقول الالياف انها بتقلل من تواجد البروتين ده يبقى جميل جدا ويبقى واقي من الروماتويد. الالياف موجوده فيه المكسرات والحبه الكامله، العيش برده يعني، والخضروات والفاكهه الطازجه والفول، حبه كامله بكل محتوياتها. وما نقدرش نستغنى ابدا عن الخضروات والفاكهه بصورتها، مش بعصاير او بفرمها او خلطها او ضربها في الخلاط يعني. مركبات الفلافونيد، الصبغات الجميلة اللي بتبقى موجودة في الأغذية، اللي موجودة في التوت مثلا أو الشاي الأخضر أو العنب أو البروكلي أو حتى فول الصويا، كلها يعني، وأحيانا كمان الشوكولاتات الداكنة، كل دي بتحتوي على نسبة عالية من المضادات الأكسدة ونسبة قليلة من السكر، وده له يعني معدل واقي جدا من ظهور أعراض الروماتويد. الحقيقة إن في بعض التوابل اللي لها دور مهم في الوقاية من الروماتويد، زي مثلا الكركم، ده مضاد عالي للالتهابات، ومادة الكركيومين اللي فيه لها خصائص رائعة جدا، والجنزبيل كمان له خصائص رائعة جدا في الوقاية من أعراض الروماتويد. وعايز نقول الشطة كمان اللي بيقدر يتحمل تناولها مضادة للالتهابات، وفي دراسات كتير قالت إنها فعالة في تسكين الألم. الحقيقة أن الغذاء الصحي غذاء هو الطريقة الآمنة والواقية من الأمراض المختلفة، خاصة الأمراض اللي ألمها بتبقى كتير زي الروماتويد. في بعض الطرق العلماء قدروا يعملوا تراكيب غذائية كده تقلل من أعراض الروماتويد. حمية بيسموها حمية البحر المتوسط أو حمية باليو، حميتين. الحمية الأولانية بتاعت البحر المتوسط دي اهتموا بيها بإيجاد الخضروات والفاكهة الطازجة والحبوب الكاملة وزيت الزيتون. كان أغلب الأكل الثلاث أصناف من النوعيات دي. الحمية التانية الباليو كانت فيها لحوم وخضروات وفاكهة، والحقيقة إن اتجنبت فيها أو بعدنا قوي عن الحبوب المزروعة والألبان والسكريات والأطعمة المصنعة. الحمية دي فيها كم عالي من البروتين وقليل من الكربوهيدرات. ويعني الحمية دي قالوا ان يعني اللي قدروا يتوصلوا ليها انها فيها عناصر مضادة للالتهابات اللي هي الموجودة في الخضروات والفاكهة زي ما ذكرنا، وكمان فيها كم عالي من البروتين اللي بيكون له تأثير عكسي، قد يؤثر على تفاقم احيانا لبعض الاعراض دي. لكن مهم جدا دور اخصائي التغذيه العلاجيه في الحميات واختيارها، لان كل جسم له معدل وجوده واجاده في الاغذيه اللي ممكن يتناولها. لكن بصفة عامة في بعض الأغذية لازم نبعد عنها، زي المقليات والأحماض، الأكلات الحمضية واللي فيها أوميجا 6، الأحماض اللي لازم نبعد عنها. وكمان الكربوهيدرات والسكريات بقدر عالي ممنوعة تماما في حالة الأمراض دي. وجود الإسبرتام، المحليات اللي صناعية، منتجات الألبان بصفة عامة ما نكترش منها. الجلوتين اللي موجود في القمح برضو نبعد عنه قدر الإمكان، يبقى تناوله بقدر مش عالي. المركبات اللي موجود فيها جلوتامات وحديد الصوديوم زي المنتجات اللحوم، اللانشون والبيفي والكلام ده، اللي بتبقى اغلبها بيضاف لها جلوتامات وحديد الصوديوم لاظهار طعم اللحوم وما بيكونش فيها لحوم. تناول الملح بمعدل عالي فعلا سيء ومضر لمرضى الروماتويد. احنا اتكلمنا عن الروماتويد واتكلمنا عن الاغذيه المحببه، وان الاغذيه اللي نبعد عنها ايه، والعلاج الدوائي بيبقى متركز فيه، ودايما مع بعض في مواضيع صحيه تثري ثقافتكم وتبعدكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروماتويد مرض التهاب المفصل الروماتويدي، مرض مناعي ذاتي بيسبب ألم